الأنبا شنودة أيضا كان ماسكا من صغره، يعني كان أبوه صاحب أراضي زراعية وبيشتغل في أراضيه الزراعية، وكان عنده غنم جايب لها راعي يرعى الغنم، فالراعي طلب شنودة الصغير لكي يساعده في رعي الغنم، فسمح له الوالدان على شرط أن يرجعه قبل الغروب. ففي مرة اتأخر واستغرب الراعي انه اتأخر، فلاحظه فوجد انه واقف يصلي عند بركة من البرك في السكة ورافع يديه الى فوق، وكل اصابعه تنير كأنها 10 شموع. واخيرا ذهب الى والدي الأنبا شنودة وقال لهم أنا لا أستحق أن هذا الصبي القديس يشتغل معي. أخيرا أخذوه وأودعوه عند خاله الأنبا ديجول، وخاله الأنبا ديجول كان رئيس دير في تلك المنطقة اللي هي نحو الصهاج. فلما ذهبوا لكي يسلموا طفلهم هذا إلى الأنبا ديجول، كان الأنبا ديجول يتحدث إلى بعض أشخاص معاه عن رئيس المتوحدين. فلما جه أبو الأنبا شنودة وسلموا له، خد إيده ووضعها على رأسه وقال له باركني. باركك ازاي؟ ده لسه طفل صغير. قال لهم هو ده اللي هيبقى رئيس المتوحدين.